اهلا بيكم في مهندس الملخصات. كل عام وانتم بالف خير. واليوم جايب لكم ملخص فيلم بعنوان ميسيس بوفري. بس قبل ما نبدا يا ريت تنزل تشترك بالقناه وتترك لايك للفيديو لتشجعني وتشجع القناه تكبر وعلشان تكبر عائلتنا بوجودكم يا احباب. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا. الحكايه بتبدا بقريه فرنسيه جميله اسمها نورمان، وبنشوف رجل كبير عمره 60 سنه اسمه مارتن، وهو رجل من باريس وانتقل لقريه نورمان ليعيش برواق بعيدا عن ضجه المدينه. وبيكون مفكر عميق، وهوايته وعمله اللي بحبه هو صنع انواع مختلفه وجميله من الخبز والكعك. وبنشوفه وهو يفكر بعمق بخصوص شيء معين، وبينسى الخبز بالفرن فبينحرق. وبتظهر زوجته وبتسأله عن سبب شرود ذهنه، فبيحكي لها بانه قلقان بخصوص صاحبه اللي اسمه تشارلز. وبالمشهد الثاني بنشوف صاحبه تشارلز وبيكون بيحرق الاغراض اللي بتخص زوجته اللي اسمها جاما. وبيورد تشارلز مارتن مذكرة من مذكرات زوجته جاما، وبيقول لمارتن بانه ما عندهوش القوة انه يقرا مذكرات مراته. وبعدها بيروح تشارلز ليجيب مشروب لمارتن، وبهالاثناء بياخذ مارتن مذكرات جاما زوجة تشارلز وبيخبيها بمعطفه. وبالليل بنشوف مارتن بيقرا مذكرات جاما بالسر. بس ايش قصة هاي المذكرات؟ خلينا نرجع بالزمن لورا. بنشوف جاما بتعيش مع زوجها تشارلز بسعادة حسب اللي كتبته بالمذكرة، ولكن تشارلز قرر بعدها يروح يسكن بقرية نورمان هو ومراته جاما. والسبب هو انه قرفان من صخب المدينة وعاوز مكان هادئ ليقدر يمارس فنونه فيه لانه نحات. وبيوصل تشارلز وجاما للقرية صباح يوم الاحد، وبيكون مارتن بهالاثناء بيشتغل بالحديقة. وفجأة بيشوف كلبه بيركض للجيران الجدد، وبيحييهم مارتن وبيعتذر لهم عن تصرف كلبه السيء، وبيعرفهم بنفسه وبيعرف انهم زوجين جدد قادمين من لندن. ولاحقا بنشوف مارتن بيتكلم مع عائلته عن جيرانهم الجدد، وبيحكي انه اسم عائلتهم هو بوفري، وبانه هذا الاسم هو نفس اسم بطلة رواية معينة. وباليوم الثاني بتروح جاما وتشارلز يشتروا خبز من عند مارتن، وبتعجب جاما بالخبز الطازج اللي بيعمله مارتن، وبيشعر مارتن بالانجذاب لجاما. وبعد عدة ايام بنشوف مارتن بيمشي مع كلبه بالحقل، وفجأة بيشوف جارته الجديدة جاما واللي بتكون تستكشف بالمنطقة. فبيحييها مارتن وبيحكي لها عن المنطقة وماضيها، وبعدها بتكمل جاما استكشافها للمنطقة لوحدها. ومارتن المسكين بيزيد انجذابه إلها أكثر وأكثر مع مرور الأيام. وبالليل بنشوف تشارلز بالليل أجي ليدق على باب مارتن، وبيحكي له بأنه عنده مشكلة بالكهرباء ببيته وعاوز مساعدته بإصلاحها. فبروح مارتن معاه وبيصلح له فيوز الكهرباء. وبعدها تشارلز بيعزم مارتن ومراته على مشروب عنده فبيقبل مارتن. وهنا بنشوف تشارلز بيتكلم مع زوجة مارتن، وبنشوف مارتن بيركز كل نظره على جاما مرات صاحبه تشارلز، وبيكون يشبهها بالسيدة بوفري الموجودة برواية بوفري. وباليوم الثاني بنشوف جاما بمخبز مارتن وبتمدح الخبز اللي بيعمله، فبيسألها مارتن إذا حابة تشوف كيف بيعمل الخبز، فبتقبل جاما بكل سعادة. وبوريها مارتن كيف بيعمل العجينة. وبينما جاما بتتعلم بيكون مارتن بيحدق بيها بطريقة غريبة، يعني ما تستغربوش لو عمل معاها تشك أح بأي وقت. وبتشلح جاما بلوزتها لأنه الجو بدا يحمى، وهون مارتن بتولع معها على الآخر ولكنه بيكبح نفسه. وبالصبح بنشوف مارتن مع كلبه مرة تانية بالحقل، وبيكون يتكلم مع بائع فواكه. وفجأة بتظهر جاما مع كلبها، فبيحكي لها مارتن عن رواية اسمها مدام بوفري، وبيحكي لها بانها تحفة فنية وبانه قرأها لما كان طفل. وبيحكي لها بانه بحس انه في شبه كبير بينها وبين مدام بوفري بالرواية، والسبب الاكبر هو ان اسمها جاما بوفري وهو نفس اسم واحدة من الشخصيات بالرواية. وباليوم الثاني بنشوف جاما وتشارلز ومارتن وعيلته بياكلوا مع 2 زوجين تانيين من جيرانهم. وبيتكلم مارتن مع جاما، وهون مرته بتمنعه يتكلم معها اكثر لانه اللغة الانجليزية بتاعته صعبة وجاما ما بتفهمش فرنسي. وبنعرف بانه صاحبة جاما اعطتها برنامج رجيم لتلتزم فيه. وبعد عدة ايام بنشوف جاما بتطبق بالبرنامج وبتلعب رياضة، وبسبب انشغالها بالبرنامج بيكون ما عندهاش وقت لتشوف مارتن، فبيشعر مارتن بالحزن. وبعد شوية ايام بيلتقي الاثنين، بس جاما ما بتتكلمش معاه كتير زي اول، فبحس مارتن بانه جاما تغيرت شوية. ولكن فجأة بتقرصها نحلة بظهرها، فبتنادي على مارتن ليساعدها، وبتطلب منه انه يخلع عنها فستانها ويشيل النحلة. وبقرب مارتن بتردد على مكان القرصة ليمصها ليخفف الوجع شوية، وبتحكي له جاما انه يمص القرصة، فبينبسط مارتن وبمص ظهرها. واثناء هالشيء بيظهر بالمشهد فجأة ولد اسمه بريسي، وبيسألهم شو الموضوع. فبتقول جاما بانه عندها حساسية من قرصة النحل، وبسبب هالشيء بيغمى عليها امامهم. وبياخدها الاثنين للمستشفى، وهناك بيعطيها الدكتور حقنة مضادة للحساسية. وبالطريق للبيت بتشكر جاما مارتن وبيسقط رأسها على كتفه، فمارتن بيكون حميان على الاخر طول الطريق. وبعدها بزور الجيران جاما وزوجها، وبتوريها جارتها غلاف مجلة وبداخلها صورة لجيرانهم الجدد، وبانه الرجل اللي بالصورة اسمه باتريك واللي بيكون رجل جذاب وغني. فبتشعر جاما بالانجذاب له فورا، وبتقرر تعمل معاه موعد. وبنشوف جاما بتشرب نبيذ مع باتريك، وبتكون عاوزة تنام معاه بأي طريقة، بس بتكتشف بالصدفة انه مرتبط وعنده حبيبة. فبترجع لبيتها بقلب مكسور، يا حرام ولا كأنه عندك زوج اسمه تشارلز. وبالصبح بتطلع جاما لتتبضع من السوق، وبيكون مارتن يطلع عليها من مخبزه، وفجأة بيجي بريسي من وراها. وهون بيقول مارتن بانه هذا هو نفس الشيء اللي حصل مع مدام بوفري بالرواية. وبقرب عليها بريسي اكثر وبيتكلموا مع بعض شوية قبل ما غادرة
جاما، وبقول مارتن بانه بيعرف اللي حيحصل بعدين لانه نفس الشيء اللي حصل بالرواية. وبعدها بنشوف جاما ببار بتشتري قنينة كحول، وبكون بريسي ينصحها تشتري نوع معين من الخمر، وبيدعوها برضو انها تزوره ببيته بما انهم جيران. وبعدها بنشوف مارتن بسوق وفجأة بيشوف سيارة جاما فبيلحقها وبيشعر بالصدمة لانها رايحة على بيت بريسي، وبيوقف بسيارته برا وبيبدا يتساءل ايش الاثنين بيعملوا جوا، شو بدهم يعملوا يعني قاعدين بكشروا موز. وبالليل بنشوف كل الجيران مجتمعين على سفرة العشاء، وبشوف مارتن علامة عض على رقبة جاما، وهنا بيدرك مارتن انه الاحداث اللي بتصير مع جاما هي نفس الاحداث اللي بتصير مع مدام بوفري بالرواية. وباليوم الثاني بنشوف جاما طالعة لتتمشى مع كلبها وبتروح لبيت بريسي، والاثنين بيعملوا تشوك تشوك وهنا بيبدا مارتن يحس بانه في شيء خطأ بالرواية، لانه بريسي من المفترض انه يدمر حياة جاما، لانه الشخصية برودوف بالرواية اللي بتشبه بريسي دمرت حياة مدام بوفري اللي بتشبه جاما على الحقيقة، وبانه المفروض بالاخر انه جاما تموت لانه مدام بوفري ماتت بالرواية. وباليوم الثاني بتروح جاما لمخبز مارتن وبتشتري شوية خبز، ولكنها بتنسى قطعة خبز بالمخبز، فبروح مارتن ليوديها لبيتها وبيكتشف بانها بتعمل تشوك تشوك مع بريسي. والله وراحت عليك يا مارتن. وبغادر مارتن المكان باحباط شديد، وبالصبح بتلبس جاما معطف طويل علشان تخفي ملابسها الداخلية عن زوجها تشارلز اللي بالمناسبة وجوده وعدم وجوده بحياة جاما واحد. وبتتظاهر جاما بانها حتروح لتتمشى مع كلبها، بس بالواقع هي رايحة لتقابل حبيب القلب بريسي، وبتوصل لبيته وبتشلح معطفها، والاثنين بيعملوا اعنف تشوك تشوك بكل علاقتهم. واثناء تشوك تشوك بتكسر جاما تمثال قديم وثمين جدا بالغلط، وهو الشيء اللي بيعصب بريسي لانه هذا التمثال هدية من امه. فبتقول جاما بانها حتقول لزوجها تشارلز انه يصلحه لانه شغال هو بالتصليح، فبريسي بيقولها ماشي وبظبطها. وبهاللحظة بيكون مارتن يكتب برسالة بدون اسم لجاما، بيكتب لها فيها انها جميلة وبانه منجذب ليها، وبرضه بيكتب رسالة لام بريسي فبيحكي لها فيها عن العلاقة بين ابنها بريسي وجاما المتزوجة. وبتفكر جاما بهوية صاحب الرسالة ولكنها ما بتقدرش تعرف انه مارتن. وباليوم الثاني بتروح ام بريسي لبيته وبتجبره يرجع للندن لانه ازعر، وبيودي رسالة لجاما بانه مش حيقدر يشوفها للابد. فبتعيط جاما وبتروح على بيتها بقلب مكسور، يا حرام ولا كانه عندك بطيخ بالبيت اسمه تشارلز. وبنعرف انه تشارلز عرف من مارتن انه مراته بتخونه فبجن جنونه، وبتحاول جاما تهديه وتحكي معاه ولكنها بتفشل، وبيتركها وبيرجع للمدينة. وبعدها بتحبس جاما نفسها بالبيت لمدة اسبوع من الاكتئاب. وبعدها بشوف مارتن كلب جاما لوحده بالحديقة وبياخذه وبيروح لبيت جاما، وبتطلب جاما من مارتن انه يستناها بالكنيسة يوم الاحد، فبروح مارتن لهناك وبيستناها ولكنها ما بتيجيش. وباليوم الثاني بتتأسف جاما من مارتن انها ما جتش على الكنيسة وبتعزمه ليدخل جوا البيت. واثناء حديثهم بيحكي مارتن لجاما انها ما تعملش اي حاجة غلط لانها حتندم بالمستقبل، وبيحكي لها بانه بيعرف كيف تركها بريسي. فبتفهم جاما مباشرة انه مارتن هو اللي كتب الرسالة، فبتصرخ جاما عليه وبتسأله ليش عمل هيك فيها. فبيحكي لها مارتن بانه كان خايف عليها تنتحر مثل ما انتحرت مدام بوفري بالرواية لو ما غيرش بالاحداث شوية. فبتحكي له جاما بانها مش مدام بوفري وبانها بتقدر تعيش لوحدها بسعادة، وبتقرب على مارتن وبتبوسه. وبعد عدة ايام بيترك مارتن سلة من الخبز امام بيت جاما، وفجأة بيجي باتريك للبيت وبيعطيها لجاما وبيدعي بانه هو اللي جاب السلة. وبهاللحظة بشوف مارتن صاحبه تشارلز راجع من المدينة لبيته، وبينصدم مارتن لما يشوف جاما ماتت، فبظن مارتن انه باتريك او زوجها تشارلز قتلوها. وبيسأل مارتن ضابط التحقيق عن الطريقة اللي ماتت فيها جاما، فبيحكي له الضابط انه جاما انخنقت بقطعة خبز حتى الموت. وباليوم الثاني بالجنازة بيحكي مارتن لتشارلز انه جاما ماتت بسببه لانه اكلت من الخبز تبعه وانخنقت فيه. فبيحكي له تشارلز انت غلطان، جاما ماتت بسببي انا. وبيحكي له بالتفصيل اللي صار، انه رجع على بيته الصبح ولقى مراته جاما بتخونه مع باتريك، فبعصب تشارلز وبيعمل طوشي معاه، وبصيح باتريك بانه بس كان يساعد جاما انها تطلع قطعة الخبز اللي خنقتها من حلقها. وبنرجع للمستقبل لما مارتن كان بيكرم ذاكرة جاما. وباليوم الثاني بنشوف ابن مارتن بيحكي له في جيران جدد وصلوا، وبشوف امرأة جميلة جدا، فبيبدأ مرة ثانية يسرح بخياله عن اللي حيحصل بالمستقبل. ولهون بيخلص ملخص فيلم ميسيس بوفري. اشترك بالقناة يا صديقي، فعل زر الجرس، اترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناة واستمرارها، واشوفكم على خير بالملخصات الجاية ان شاء الله. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.